في آخر يوم من زيارة رسمية استقبل أمس الخليفة العام للطريقة التيجانية الشيخ علي بالعرابي من قبل الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي. وخلال اللقاء تم التأكيد على مكانة الطريقة التيجانية في السنغال والعالم وعلى عمق العلاقات بين الجزائر والسنغال. هذا وحمل الرئيس السنغالي الخليفة العام نقل تحياته للجزائر دولة وشعبا ورئيسا. أنا سعيد جدا بزيارة أرض السنغال، وهي لا تندرج فقط في إطار الزيارة الروحية بل أيضا للإطلاع على صحة ورفاهية التيجانيين إخواننا السنغاليين، فبين البلدين وبين الشعبين توجد علاقة قوية جدا. جئنا اليوم للمشاركة في الخلوة الروحية بكوكوتو في منطقة تافيرين بدعوة من زاوية بيكين أحفاد الشيخ أحمد التيجاني، وهي دعوة وجهت إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون، الذي كلفني شخصيا بتمثيله هنا في السنغال والتوجه إلى منطقة كوكوتو للمشاركة مع مختلف المريدين في أداء الذكر وتلاوة القرآن الكريم آلاف بل ملايين المرات. نحن سعداء جدا بهذه الزيارة ونتمنى المزيد من التقدم والازدهار والنجاح للشعب السنغالي وقادته. وزيرتنا ومحبتنا قوية مع بيننا وبين. بصوتها الذي يثير الرعب دخلت مقاتلات سوخوي 57 سماء الجزائر وبدأت تحلق في محيطها الجوي لحماية الإقليم ورصد تحركات الأعداء. الجزائر تمارس كامل سيادتها على قراراتها دون أي اعتبار لما يروج له الإعلام المعادي في الجوار، فلا يمكن لأي دولة أن تفرض أو تملي قراراتها على الجزائريين. يأتي هذا في وقت وجه فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة قوية وواضحة ومباشرة لحلف الشمال الأطلسي بخصوص التحالف الجزائري الروسي وحتى أمريكا. فعلاقات الجزائر وروسيا ليست كباقي العلاقات والشراكات. روسيا والجزائر دولتان تربطهما علاقات قوية وشراكات متينة مبنية على تكافؤ الفرص، وهو ما لم يعجب الأعداء.